رزق الله. هذا طول الله اعماركم أسرة في اليمن، وزمان الكلام هذا ما هو بقريب. توفى أبوهم، وأبوهم يعتبر ثري في زمنه، وعنده أراضي متوزعة في بلدهم، عدة أراضي. طبعا وش يميز الأرض عن الأرض الثانية؟ المسايل على أساس أنها مدرجات، فهذه على جبلين تسوى شيء واجد، وهذه أرضها دمثة وزينة للزراعة برضو، غير الأرض الحجرية اللي ما فيها خير، ففي فرق هذه عن هذه. المهم توفى أبوهم. يوم توفى أخوهم الكبير رجال يعني في خير، واجتمعوا وهم مؤدبين وقالوا يا أخوي ترى شيخة احكم فيها. قال لا ذمتي ما لي دخل. فيه شيخ قاضي عن ديرتهم زي ما تقولون 40 كيلو، وذاك الوقت فيه مشقة نروحه ل 40 كيلو مع هالجبال. قال لا نروح للشيخ فلان ويجي ويقسم ما يرضي الله، أنا وراء أنتم فيكم ذكر وأنثى، أنا ماني فاضي أتذممها. يا ابن حلال حل واربطنت. قال أبد. المهم قال يلا معي، تعالوا معي. راحوا للشيخ وكلموه. قال الشيخ والله ديرتكم بعيدة وأنا عندي شغل، لكن بعدكم مثل ما تقولون بعد 20 يوم أبجيكم أطلع أنا وياكم. وهذا كان عرف سائد عندهم. قالوا جزاك الله خير. جاء الشيخ وقاموا له بواجب ووروها الأراضي كلها، والشيخ معه لجنة وكتاب، كل هذول طالعين يعني زي ما تقولون على العرف الاجتماعي في ذاك الوقت شيء اسمه المنزوع. وش المنزوع يا أبو سيف؟ هذا الندري. أجل بعلمكم المنزوع وشو؟ مثل الطاولات هذه الأراضي، يختار واحدة منها وينزعها نزع له وللجنة معه. أي يسمونها منزوع. هذه متعارف عليها ولا فيها زعل. تكلفتهم هذه يعني أتعاب الشيخ وأتعاب الشيخ والكتاب واللجنة. ففي أرض حلوة وزاوية وحدر جبلين وتربتها حلوة. الأخو الكبير خلال الوقت هذا فكر، قال والله أنا حسافة من بتصير له. وزه الشيطان وخزه الشيطان. قال دبر له خطة. يوم جاء الشيخ ودار فيها الأراضي وعرف الذكر والأنثى وكذا، وجاب الشهود وصلى مع الجماعة وحصر الورثة، قسم الأراضي ما يرضي الله. قال الأخو الكبير وإخوانها الصغار يحترمونه، قال يا شيخ أنا بارك، خذ الأرض الفلانية منزوع لك، ترى يبارك هي الزمان. قال وش رأيكم يا الورثة موافقين؟ قالوا اللي تبيه يا شيخ. خذها الشيخ. قال خلاص هذا اكتبوا عليها منزوع. خذها، تقاسموا ورضوا ووقعوا وكلنا استلم حلال. اي الاخو الكبير وش قصده في المنزوع؟ عارف انه مثل يقولون كداد في غير بلده لا له ولا لولده، بيشتريها منه. قال بروح باخذها منه بثمن بخس. عرفت؟ على اساس انها مي بديرته ويتقاسم الدراهم هو ربعه. مضمرها. اي مضمرها رحم الله والديك. اذر طال عمرك الشيخ جزاه الله خير، كانها جت في نفسه انه واحد من الابناء يعني ما جاه مثل ما جاء اخوانه، ولكن الاراضي حكمت مساحاتها وحدودها، حكمت انها تصير بالقسمه بهذا، وعرف انه محترم من اخوانه. فاشر له من وراء، ارسل له رجال قال تعال ما تبي المنزوع؟ قال لا والله يا شيخ بس ما عندي. قال ببيعك اياها ومتى ما جت تجي. وقدرها عليه بثمن معقول، مو بثمنها اللي تسوى. خذها الولد وفرح، كتب له الشيخ عليه. هذا مو بالكبير، لا اصغر العيال. يبي يعني يبري ذمته الشيخ، وقال يكفينا منها. المهم انها برت ذمه جزاه الله خير. يوم جاء موسم الزرع، لا والله يمر الكبير هو عارف انها تبع الشيخ، لا والله الصغير يحرث فيها ويبذر. قال خير خير، تشتغل للناس انت؟ قال وراه. قال تشتغل للشيخ؟ قال المستعان انا شاريها من الشيخ قبل لا يروح من ديرتنا. قالوا شو؟ لا ابد ما تاخذها من الشيخ. وانا قال انت ايش فيك؟ انت حلالك عندك وانا شريت بحلال. اخوه بس دخل الشيطان. وهو قال شوف الارض ما هي بلك من الاخير، بالطيب ولا بالقوه ما هي بلك. قال من هي لك؟ قال لي انا. قال وش حيثك؟ انا شاري بحلالي ومن شيخ من مشايخه المسلمين وعليه شهود وحدود، وش تبي مني؟ المهم كبرت بيناتهم. راحوا للشيخ قال الله الله انا بايعه. قام واحتج عليه وصارت شكاوي بيناتهم وصارت قطيعه وتقاطعوا. حاول الصغير انه يرضي الكبير، وسط جماعته، وسط اهل المسجد، وسط اهل الخير شرواكم، ما في فايده. يعطيني الارض ولا بزعل عليه.
ما في فائده. قال والله الارض ما نعطيك اياها، انت ماخذ احسن ارض وحنا راضين لك، وراك ما حسيت يوم ارضي صغيره وطارفه ولا تسيل. والله الارض ما نعطيك اياها، انت ماخذ احسن ارض وحنا راضين لك، وراك ما حسيت يوم ارضي صغيره وطارفه ولا تسيل. اي صارت قطاعها سنين طويله، تطورت الدنيا، وجاء عندهم عينت الحكومه اليمنيه عندهم قاضي في الديره، في ديرتهم من اول ما عندهم قاضي. من اول القضايا عنده قضيه هالاثنين الاخوان، راحوا له سلام عليكم، قال يا شيخ احنا نراجع بعيد وهالحين جابك الله من قريب احكم بيننا. قال اصبر اصبر، احكم بينكم فين؟ قالوا في ارض. قال يا انتم من انتم؟ قال انا فلان ابن فلان وذا فلان. قال اخوك. قال اسالكم بالله انتم اخوان وجايين تقعدون جلسه شرع، معناها انتم تقاطعين. قال والله يا شيخ يقول الصدق. قال عجزت عنه، انا ما ابي اقاطع لكن هو قاطعني. قال كم لكم؟ قال حول 20 سنه. قال الله اكبر الله اكبر، 20 سنه علشان ارض انت قاطعين وجايين تجلسون مجلس شرع عند شيخ. تدرون والله اني ما حكم بكم في هذا المكان، انا بحكمكم في بيتي. شوف حكمه الشيخ، ابى احكمكم في بيتي. اسمعوا الشيخ فاتح بابه وعنده ضيوف. يوم جاء مثل ما تقولون بكره وهم يسيرون على الشيخ ولا مجلسه مليان ضيوف. قال شوفوا انتم يا الاثنين الاخوان، انا بحكم بينكم، بس قبل احكم بينكم شوفوا ان الانسان ترى يتاثر يا اخوان، ولا هو لازم بالقوه. في امور هينه اللينه يستفيد منها المسلم وتنحل بها المشاكل. قال انا بعلمكم قصه بسيطه حصلت في عهد قبلنا ما لحقنا عليها احنا، لكنها تذكر لي من رجال ثقات. قالوا اسلم يا شيخ. قال فيها اثنين اخوان ماتوا ابوهم وعندهم ارض. قال تبي يا اخوي نقسم ارضنا وكل ياخذ حلال؟ قال لا يا اخوي، الشيء اللي قسم راحت بركته، خلنا سوا نبي حلالنا سوا، ولا طلع المحصول قسمناه وكل قاعد يتصرف ياكل ولا يبيع. قال تب ولا يعصى الاول الثاني، ما فيهم صغير وكبير، كلهم ما شاء الله متفاهمين. يقولوا يزرعون، اي جاء الموسم الحصاد حصدوا، وش يسوون بالحب؟ من اول يخافون عليه من الآفات وكذا، فيحطون له مثل الخزان الأرضي، له باب وتحفظها الأرض ويجصص وخلاص يصير مستودع. لكن بحكم انه لرجلين قسموا المستودع هذا قسمين بباب واحد. حلو. حيسولف الشيخ في السالفة هذا، يقول واحد كريم منهم وراعي ضيف وبيته على الشارع على الطرقي، لكن ما جاها عيال، والثاني عنده عيال واجد، ولا جاء الكريم ياخذ من الحب يبي يكرم ضيوفه. قال اعوذ بالله من الشيطان، والله ان اخوي عنده ضعوف هالعيين وعنده انسبه وانا اعرف انسباه ضعوف، تدري بسم الله بسم الله حط له من نصيبه، يحط له هم ولا جذا من باتر اخوه. قال طيب الله وجه اخوي، والله يا هو فاتح بابهم نومسنا بعلومه الطيبه والعلوم الغامضه في نفسه، ما حد يدري عن الثاني. بسم الله شال وحط لاخوه يشيل ويحط لاخوه، وسبحان الله البركه تحل للاثنين ولا احد درى عن احد. يوم جت ذيك السنه عقب يجي 5 سنين ويمنع الله عنهم بامره القطر وتقل الابار وتروح المياه الا مزرعتهم، الماء زي ما هو ولا كأنه تعرض السمال ولا قلب. سبحان الله. يجي الاخو الكبير ويطل في البيت، اشهد ان لا اله الا الله، راح يصلي. قال يا جماعه كيف الماء عندكم؟ قالوا ما في ماء كل الديره. طيب احنا الماء وراه ما نقص عندنا. قال والله ان في سر انه مسوي اخو، هذا بينه وبين الله خبيئه، والحمد لله اني مشارك، وهذاك في قلبه مثل اللي في قلب اخوه. يتواجهوا في المزرعه. قال يا اخو انا سائلك بالله وش اللي بينك وبين الله؟ علمني بسوي مثلك، انت تسوي شيء ما يسويه الا انت. قال وش يدلك؟ قال يدلني هالماء ما يقضي والله الحمد والناس كلها محتاجه. يا اخوي علمني. قال والله ما سويت شيء. قال اسالك بالله. قال لا تسالني بالله. قال لا سالك بالله. قال والله يا اخوي اني ما اخفي عنك الا اني الحقيقه انت منومسني يا اخوي، وانت اخوي الكبير وانت راعي ضيف، واحن لك وازيد لك من الحب من نصيبي ازيد في نصيبك، واقول اللي نومسني بيض الله وجهه ورافع سمعتنا. قال اسالك بالله يا اخوي انت مسوي هالسواد؟ قال لي والله. قال كم مره؟ قال والله كل ما جيت اخذ العيال حطيت لك. قال اجل
اشهد والله العظيم اني كل ما جيت اخذ لبيتي ولا لضيوفي اني احط لك واقول ابو عيال وضعيف المسكين، وهذا سبب البركه. نعم. شوفوا سبحان الله العظيم، يعني مروفة الاخو باخوه تراها حتى بركه من رب العالمين، انزل الله لهم البركه. بدال يعني ناهيك عن باقي البلد راحت مياههم وابارهم، لكن الاخوان اللي قلوبهم على بعضهم تكاتين. القاضي يقول القصه الحين. والقاضي يقول له قصه، يقول يوم سكت القاضي يقول ناظر الاخوان لو والله انهم كل منزل راسه ويتباتوا وقوموا وتفازعوا في المجلس وتحاضنوا، وكل منهم يحضن الثاني، وكل يقول والله ما تجيني، والله ما الكبير يقول والله ما عاد تجيني، والصغير يقول والله حرمت علي خذها يا اخوي، وذا يقول خذها يا اخوي، قال والله ما عاد تجينا كلنا نبيعها ونقسمها على اخوان. شوفوا شلون الحكمه سبحان الله العظيم والعدل عند بعض المشايخ. وسلامتكم وعافاكم. يستاهل قبل على الراس. الله يرفع قدرك، انا اتعلم منك يا ابو عبد العزيز. الله يبارك فيك. الله يجزاك الجنه. الحديث القدسي شيء، والحديث القدسي عن الله عز وجل. اي نعم. يقول الله عز وجل: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر، فان خان احدهما الاخر خرجت من بينهما. وذكر العلماء ان خروج الله عز وجل من بينهما خروج البركه، خروج البركه. ولذلك الشركاء انتبهوا، اللي مع الشريك احرص على انك ترتب امورك بشكل كامل معه. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين. لذلك الشراكه فيها بركه وجود، يعني شراكه الله عز وجل معكم وهي بركته، فلا تفسدوها بتأثير ولد أو زوجة أو غيرهم. انتبهوا، خلوكم مع بعض زي الحلاوة وابشروا بالبركة فيما بينكم. عندي تعليق يا أبو عبد الباسط. سلام.